بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسعد بتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة من برنامج والصلح خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. برنامج الصلح خير يرحب بكم. برنامج الصلح خير يحاول فك نزاعاتكم وخلافاتكم. برنامج الصلح خير يعرض كل القضايا التي تعيشونها، سواء كانت بين أفراد الأسرة الواحدة في أسرة واحدة أو قضايا في المحاكم. برنامج الصلح خير يقترح عليكم والصلح خير من الناحية الشرعية، ويقترح عليكم أيضا ما يقال في القانون، وما عليكم أن تستمعون إليه من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية. برنامج الصلح خير دائما يستند إلى القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة والشريعة الإسلامية. بناء على كل هذا نرحب بكم ونجدد التحية بكل من يتصل بنا من داخل وخارج الوطن ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. إذا نرحب بكم مجددا، ونقترح عليكم أرقام هاتفية يمكنكم الاتصال بنا من خلال هذا المباشر وعلى مدار ساعة كاملة، وهو 021 37 42 87، والرقم الثاني 021 37 45 64. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن يستعمل 00 213. ونشكر كل المراسلات الإلكترونية عن طريق صلح@untv.dz. أول ما نستفتح به هذه السهرة المباركة هو الترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يحاول من خلال هذا البرنامج إصلاح ذات البين. إذا تابعوا البرنامج ولا تنقطعوا عن مشاهدته خلال هذه الساعة الكاملة من المباشر. فضيلة الدكتور، مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك دكتور. الله يبارك فيك. دائما تذكر بأنك دائما جاهز للصلح دكتور. الحمد لله، نسأل الله التوفيق إن شاء الله، والاستماع لكل النزاعات والخلافات والقضايا عبر هذا المباشر. أذان صاغية وكلنا أذان صاغية. الحمد لله دكتور، ونحن نستفيد أيضا منك من خلال هذا الفضاء الإعلامي. دكتور، في هذا العدد يقترح برنامج والصلح خير التحقيق العقاري. مثلا حينما يثار نزاع حول عقار يدعي ملكيته طرفان أو أكثر، السؤال الذي ربما نطرحه من خلال هذه الحلقة وهو كبداية: ما هي إجراءات حل هذا النزاع؟ فالنزاعات حول الملكية، نزاعات حول الأراضي هي موجودة بكثرة، سواء بين أفراد الأسرة الواحدة أو موجودة أيضا عندما نشاهد رفوف المحاكم كم تكون القضايا عديدة بالنسبة لهذه الخلافات. تفضل دكتور كبداية مقدمة فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نعم، بارك الله فيكم. شاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن النزاع حول الأرض لا ينتهي. نعم. نجاة. نعم. فكلما عرضنا يعني قضايا كثيرة في مختلف الجوانب، ولكن باستمرار نعود يعني إلى قضايا العقار بشكل أو بآخر. نعم. لأنها فعلا كثيرة. من جهة أن النزاعات كثيرة حول العقار، من جهة أخرى هناك مجموعة كبيرة من القوانين التي صدرت بشأن العقار. نعم. سواء بعد الاستقالة مباشرة أو كذلك بعد ذلك بسنوات من خلال التعديلات المستمرة التي تعرضت لها القوانين السابقة المنظمة للعقار. التحقيق العقاري لابد من بيان مقدمة خفيفة عن العقار بشكل عام، ثم ندخل ثم أجيبك عن هذا السؤال. نعم. بشكل مفصل. نعم. أبدأ ولا أقول أن الشخص الأصل أن يكون مالكا للعقار وللمنقول أيضا ملكية تامة. والملكية التامة يستجمع المالك لها السلطات الثلاث: سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف. والقانون المدني وقانون التوجيه العقاري الجزائري بالنسبة لجزائرنا لبلادنا، نعم. هما اللذان يحددان نطاق
الملكية العقارية للإنسان أو الملكية التامة العقارية للشخص. الأمر الثاني الذي يجب التذكير به أن العقار لا ينتقل من شخص إلى آخر إلا بعقد رسمي. أشرنا فيما سبق أختي نجاة يعني في نهاية الموسم الماضي إلى العقود العرفية، وقلنا أن العقود العرفية لها قيمة، ولكن قبل 71 بعد ذلك فلا، وقد أشرنا إلى ذلك فلا نعيد. الآن إذن ما هي شروط نقل هذه الملكية العقارية من شخص إلى شخص بلا نزاع؟ نتكلم في الحالة العادية ثم نمر إلى النزاعات والخلافات. طيب. لازم تم بعقد رسمي، وهذا العقد الرسمي يشترط فيه جملة من الشروط. الشرط الأول أن يحرره ضابط عمومي، ومثاله الموثق نوتير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكرس الموثق هذا الضابط العمومي مضمون الاتفاق الذي عبر عنه الطرفان بالإيجاب والقبول. يعني أن يكون هناك تطابق بين الإيجاب والقبول، والإيجاب هو الإرادة الأولى الصادرة من الطرف الأول، والقبول هو الإرادة الثانية الصادرة من الطرف الثاني الموافقة لمضمون الإيجاب. الشرط الثالث وهو مهم جدا أن يتم إبرام هذا العقد من قبل عاقدين يحوزان أهلية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني، يعني ما يسمى بسن الرشد المدني اللي هو 19 سنة. معناتها باش يكون عقد رسمي لازم الذي يبرم هذا العقد يكون عنده 19 سنة فما فوق، طبقا للمادة 40 من القانون المدني الجزائري، وليس أقل وليس أقل. الشرط الرابع أن يحدد الموثق أصل الملكية التي يعني يبينها الطرفان. من هنا نأتي إلى النزاع. أصل الملكية يعني لازم يحدد أصل الملكية، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تحدد معالم هذا العقار تحديدا مانعا من الجهالة. الشرط السادس أن يخضع هذا العقد للإجراءات الشكلية القانونية المنصوص عليها في القانون الجزائري. الشرط السابع والأخير، 7 شروط، أن يوقع الموثق على هذا العقد بمعية الطرفين أي طرفي العقد ومع الشهود. مع الشهود أيضا. الآن تنتقل الملكية انتقال عادي رسمي ما عنده حتى نزاع. أما سؤالك المهم جدا يتعلق بالتحقيق العقاري فقد أجاب عنه قانون 0702 يعني قانون رقم 0702 المؤرخ في 27 فبراير 2007 من خلال مجموعة من المواد أختار منها يعني أهم هذه المواد. المادة الأولى هي المادة الرابعة تنص على الآتي: يجوز أو يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، ممكن يكون شخص طبيعي ممكن يكون معنوي، حائز على عقار. يعني شخص نتصور شخص يحوز عقارا عنده حيازة على عقار. هذا الشخص إذا كان حائزا لهذا العقار إما بنفسه يعني بطريقة مباشرة أو بواسطة غيره يعني شخص آخر. إذا كان هذا الشخص حائز على هذا العقار ولكن لا يملك سند الملكية، ما عندوش الوثائق وهذا هو الموضوع. نعم. هنا ماذا يصنع هذا الشخص؟ يجوز له أن يتوجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا. هذه عبارات قانونية يعرفها القانون. معناتها ماهوش هكذا برك يقول لك نروح للدولة نروح للقضاء نروح لا، كاين دي بروسيدور كاين إجراءات. والآن في هذا القانون اللي هو 0702 استحدث هذه اللجنة أو هذه مصلحة على مستوى الولاية تسمى مصلحة الحفظ العقاري أو مصالح الحفظ العقاري الولائي، عندها اختصاص إقليمي. كل ولاية عندها هذه الجهة المختصة قانونيا. إذن هذا الشخص الحائز يوجه طلبا
إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا يبين فيه أنه حائز لهذا العقار إلى آخره. هكذا. نعم. لماذا؟ بغرض معاينته، معاينة الملكية نتاعو التي يحوزها، وإعطائه سندا للملكية بعد ذلك. طيب، هذا بالنسبة للمادة الرابعة. نروح المادة 11 الذي يدعي ملكية عقار وهو حائز لها فقط. نعم. ممكن يعترض عليه معترضون، يكون هناك دي ركور، يكون لدي لوبوزيسيون، يعني لوبوزيسيون معارضة. نعم. لذلك المادة 11 استجابت إلى هذا الأمر. أحيانا يكون عقار عنده جيران، واحد يحوزه، ممكن أحد الجيران يحتج يقول لا ماشي نتاعي، لأنه على بالها راح يكون الاعتراض ويكون لخلاف ربما. لذلك لازم يفتح تحقيق. نعم. لذلك ذكرنا هنا اللي فتح تحقيق، يعني هذا الطلب يوجه إلى هذا المسؤول من أجل ماذا؟ من أجل فتح تحقيق عقاري للإجابة عن سؤالك. طيب، المادة 11 استجابت لهذا الإشكال. كيف؟ يقول لك يفتح سجل خاص لهذا الغرض لاستقبال الاحتجاجات واستقبال الاعتراضات بهذا الشأن. نعم. طيب، ولكن هذه الاعتراضات ولهذه الاحتجاجات لابد أن تخضع للتحقيق الآن. نعم، مباشرة. المادة 12 مباشرة تجيبنا عن هذا الإشكال. نعم. في المادة 12 ماذا تقرر؟ تقرر على المحقق، يعني على المحقق العقاري أن يعين، أن يحدد جلسة للصلح. باش نربطوه بموضوع البرنامج اللي هو الصلح خير. نعم. معناه والحمد لله الصلح يا الأخت نجاة، السادة المشاهدين والمشاهدات، متجذر حتى في القانون الجزائري. نعم. ولكن فقط أحيانا نشير إلى هذا المواد القانونية باش ننبهوا السادة المواطنين والمشاهدين جميعا إلى أن القانون الجزائري راه قيم الصلح متجذرة فيه، ولكن تحتاج إلى تطبيق عملي. نعم. نحتاج إلى مستمد أيضا من الشريعة، من الشريعة الإسلامية، أصولهم مستمد من الشريعة الإسلامية. لذلك المحقق العقاري هذا طبقا للمادة 12 من قانون 0702 يحدد جلسة للصلح بين الطرف الحائز من جهة وبين الأطراف المعترضة من جهة بالنسبة لهذا العقد. طيب، هنا كاين احتمالان. الاحتمال الأول أن يتفق هؤلاء الخصوم والمحقق العقاري يحرر محضرا بالصلح بالاتفاق، يقول تصالح وخلاص. نعم. إما يدي هذاك الحائز فعلا، أو واحد آخر إذا قدم حججا أكثر من الأول. والنتيجة الثانية أنه يفشل. نعم. ما كانش صلح في حالة ما إذا في حالة، وهنا أيضا المحقق العقاري لابد أن يحرر محضرا بعدم الصلح. والطرف المعترض أو الطرف الذي يعترض على هذا الأمر، نعم. الذي يدعي حقيته بهذا العقار، له الحق أن يتجه إلى الجهة المختصة قضائيا، الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين بعد استلامه لهذا المحضر. والجهة القضائية لها وسائل وآليات للنظر في الموضوع من ناحية القضائية. نعم. وإذا جاءوا إلى رجال الصلح، وهنا أيضا رجال الصلح يحضرون بطبيعة الحال. إذا جاءوا إلى رجال الصلح ويحررون محضرا، أيضا هذا الإشكال يحل إن شاء الله تعالى، خاصة بعد ما يرفع الأمر إلى القضاء. هنا طبقا لقانون 2008 الذي يتعلق بطرح البدائل لتسوية القضايا بالطرق الودية، يقترح على الخصوم ما يسمى بالوساطة القضائية، لا ميدياسيون جوديسيير. فإذا وافق الخصوم على هذه الوساطة، يعين القاضي وسيطا قضائيا بأمر قضائي بعدما يدير محضر الاتفاق. هنا محضر الاتفاق هذا يعد سندا تنفيذيا طبقا للقانون، خاصة المادتان 1003 و1004. بارك الله فيك دكتور. إذن الخطوط العريضة بالنسبة للبرنامج حسب مقدمة فضيلة، نعم، هي مهمة جدا حتى المشاهد يفهم بالنسبة للتحقيق العقاري بالنسبة لهاته السهرة. إذن ملكية الأرض لها أهمية كبيرة كما كان يقول فضيلة الدكتور السعيد بويزري، وهي سبب في انفجار أي نزاع أو أي خلاف بين اثنين. قصة هاته
الأرض تبدأ من منطقة السمعة بولاية البليدة عندما استأجرها والد نبيل من أحد الملاك. تابعوا معنا هذا الروبورتاج ثم نعود إلى هؤلاء الذين فضلوا أن يحكوا قصتهم لبرنامج الصلح خير حتى يرى فضيلة الدكتور السعيد بويزري من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية في فك هذا الخلاف حول هذه الأرض. تابعوا معنا ونعود لاستقبال مكالمتكم. هي أرض صالحة للزراعة منذ زمن بعيد، الملكية ليست مجهولة، ولكن ما هو الخلاف؟ سيد نبيل، برنامج الصلح خير جاءكم إلى ولاية البليدة تحديدا منطقة السمعة مركز الشريفية. أين تتواجد هذه القطعة الأرض اللي السيد مالك هذه القطعة قبل الاستقلال بسنة استأجرها للوالد تاعك وخلاه يخدم فيها؟ تقدر تحكي لنا على هذه الأرض وقصة هذه الأرض؟ المهم هذا القطعة الأرض هذه اللي رانا قاعدين أمامها هي أنا نعرفها مستأجرة حوالي منذ الاستقلال، هكذا من طرف الشخص هذا المهم رحمه الله للأب تاعي، وما زالت مستأجرة إلى يومنا هذا عن طريق الثقة. وحاجة واحدة أخرى كما يقولوا كبرت أنا، كي كبرت نعرف الأرض هذه راهي على حسب السن تاعي. أنا زايد في 62 ملي نثبت وانا الأرض هذا راهو الشيخ الأب تاعي كما يقولوا هو كما يقولوا حافظها وصانها ويخدم فيها إلى يومنا هذا. نبيل يفكر ويفكر ويتساءل، فوقعت على عاتقه هذه المسؤولية. يعني شوفوا بلي ما كاش مشكل، ولكن كاين ربما سؤال سيد نبيل حبيت تطرحه على برنامج الصلح خير. لا يوجد نزاع وخلاف حول الأرض، ولكن المشكل في الملكية. كيفاش يواصل الأب تاعك في خدمة هذه الأرض والملاك الحقيقيين ما راهمش موجودين لهنا في السمعة؟ احنا جاو لنا الناس وجاو للأب تاعي قالوا له يا ودي بما راك مستغل الأرض هذه هكذا وماليها ماهمش هنا راهم غايبين خارج الوطن هكذا، وكما يقولوا ماليها راهم مجهولين مع زلنا ما عرفناهمش وين راهم واش من الجهة، وانت راك مستغلها من الاستقلال. كي جات كما يقولوا اللجنة تاع مسح الأراضي على مستوى دائرة بوفاريك ولاية البليدة قالوا لنا يا ودي ديروا لها الاسم تاعها الاسم تاعكم وخدموا لها الدفتر العقاري تاعها وراهي ملككم، ما كاش لي بما ان انتم راكم في منذ الاستقلال 50 سنه وانتم راكم مستغلينها يحق لكم. وحنا ما بغيناش هذا الامر، بغينا تكون الامر الشرعي كما يقولوا باش الانسان يكون صافي امام الله. اتجهنا إلى عبد اللطيف ابن عم نبيل وسألناه ماذا حدث مؤخرا هنا. كي جات لك هضرت خدمت لهم كاع لي فريت فرونسي هنا في الشريفيه. كي لحقت له هنا لقيت عمي عمر يفلح هنا فيها، قالت له الارض هذه تاعك نسجلوها عليك نديروا لك لي فريت فرونسي. قال لها لا مش تاعي، هذه مولاه مات الله يرحمه، ودرك بناته راحوا لفرنسا وما عنديش اتصال معاهم، راني نخدم بخساره ويخدم بخساره. يجبد الزريعه تاع مليون يدخل 500,000 ما فيهاش غير باه من الناس ما يبنيوهاش فوضوي، قادرين يحطوا فيها فوضوي هو عاسها يسمى يخدم فيها بخساره. كي قالت له ما تسجلها على روحك، الجيران جاو قالوا له سجلها على روحك هذو ماليها راحوا. قال لهم انا خاف من ربي، انا قال لهم ما نسجلها ما ولو خليها هكذاك ديروها مجهوله، بناته كي يجيو يسجلوها على انفسهم وخلاص.
إذا أذكر بالأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64، ومن أراد الاتصال من خارج الوطن استعمال 00213. دكتور، بعد مشاهدة هذا الروبورتاج لاحظوا بأنه نبيل قال لك هذه الطريقة راهي مستأجرة عن طريق الثقة. السيد توفى الله يرحمه اللي استأجرها للوالد تاعو. ابن عم نبيل يقول باللي كاين ناس، ربما نستنتج انه ناس حبوا يستحوذوا على هذه الارض، وهذه العائله خافت انه يكون خلاف، وغدوه كي يخرجوا يتكلموا مع هؤلاء الناس ما عندهمش الوثائق تاع هذه الارض. فضلوا انه فضيله الدكتور سعيد بوزري ربما يوري لهم، ينور لهم كما نقولوا احنا الطريق تاعهم، باش يعرفوا من الناحيه الشرعيه هل يحق لهم انهم يخدموا في هذه الارض ولا يديوها عن طريق الكاداس كما جاء بالنسبه لمسح الاراضي. تفضل دكتور. الحمد لله مازال الدنيا بخير. نعم الدنيا بخير، لأنه مادام هناك أناس الآن يحرصون على الحلال. نعم. هذه الحمد لله، وهذا هو المهم. هذا مظهر صحة. نعم. لأنه الشريعة الإسلامية لا تقر الملكية للإنسان إلا إذا جاءت من الطرق المشروعة. نعم. إما عن طريق الميراث، فالورثة هم خلفاء المورث. مات شخص وترك أرضا تنتقل مباشرة إلى خلفائه إلى ورثته. نعم. قد تؤول الملكية، ملكية العقار أو الأرض، إلى شخص ما عن طريق وصية تترخى أثرها لما بعد وفاة الموصي، أو عن طريق هبة، أو عن طريق إحياء الموات. ولكن هذه الطرق الشرعية، يعني أهم الطرق الشرعية. نعم. للامتلاك. نعم. الملكية التامة كما ذكرنا في مقدمة لقاء اليوم. أما القصة نتاع سي نبيل مع يعني والد نبيل الذي استأجر قطعة أرض من شخص معلوم، نعم. وبالثقة، وهكذا كانت تتم الأمور فيما سبق. نعم. لذلك قلنا أن العقود العرفية فيما سبق لها وزنها. الناس يديروا عقود معينة، البيع والشراء والإيجار وكل هذه العقود تتم عن طريق باللفظي، لأن الأصل في إبرام العقود هي الألفاظ. نعم. الكلمات. الكلمة ربك قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه آية يعني في مقدمة أو في أوائل سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه العقود سواء مبرمة باللسان بالكلام أو مبرمة بطريقة كتابية. نعم. لذلك مادام هناك عقد إيجار تم بالثقة، ولكن صاحب هذه الملكية ذهب إلى فرنسا ثم مات بعد ذلك. بناته كنا يحضرن بعد ذلك ربما لأوقات معينة، ثم غيبنا تماما وما بقي أثر. ولكن هذا المستأجر كان أمينا، حافظ على العقار. نعم. وكان حارسا لهذا العقار. فعلا مثل هذا العقار الجميل ربما يعني يستولي عليه بعض الناس. نعم. ولكن حافظ عليه كما نقول بالدرجة، أعطاله الحرمة منذ 1961. منذ 1961 يعني جزاه الله خيرا. نعم. ولكن نقول ما دام تتحوس على الحلال، نقول لك الآن لا يجوز لك شرعا أن تستأثر بهذا العقار. استخدمه، دير فيه الفلاحة إلى آخره، ولكن ما تبني عليه يعني مباني أو سكنات أو مرائب أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ يصعب بعد ذلك مثلا التخلص منها. نعم. لذلك نعم. حافظ عليها بالزراعة وربما بالغرس وكذا إلى آخره. وربما في يوم من الأيام يقدروا يولوا الورثة. بارك الله فيك. لا دوزيام جينيراسيون، ممكن في يوم من الأيام. نعم. يعود أولئك الورثة، لكن عليه أن يتبع إجراء البحث والتحري عن هؤلاء. نعم. ممكن عنده لقب نتاعهم ولا لا. الأمر بسيط، خاصة مع الآن وسائل التواصل الانترنت وعن طريق سفاراتنا اللي موجودة في فرنسا مثلا. يمكن البحث عن هؤلاء الملاك الحقيقيين من أجل التواصل معهم وإرجاع الأمانة إلى أهلها. نعم. إلى الورثة. وهذا هو الطريق الشرعي. أما الأمور الأخرى رغم أن هناك إلحاح من بعض الناس على أنه باش يديرها على اسم، ويمكن له ذلك مادام هو حائز. نعم. لمدة طويلة ممكن يديرها عن طريق تقادم مكسب. نعم. بعد 33 سنة من الحيازة يستفعل ذلك. كل هذا ممكن. نعم. ولكن نقول من ناحية الشرعية لا، يعني الأرض هذه خليها الملاها وابحث على أموالها إن شاء الله ستجد إن شاء الله تعالى. ولكن بعد ذلك إذا رجع ملاكها الحقيقيون وهم الورثة الآن بعد وفاة المالك الأصلي،
طبعا المالك الأصلي هو الله عز وجل، لكن المالك الذي يعني هو الوالد الذي أجر أو المؤجر. إذا يعني عاد الخلفاء أن تعود ورثته، يعني ممكن هما يتنازلوا عن جزء من الأرض مقابل ما حافظ عليه، هذا أمر بينهم عن طريق الهبة، وإلا الأصل أن تعود هذه الأرض إلى ملاكها الحقيقيين. نعم. بارك الله فيك دكتور. إذا نأخذ اتصال قبل ذلك. أي إشكال يعني موجود بالنسبة لأي عقار، قطعة أرض أو سكن، ما عليكم إلا أن تتصلوا ببرنامج وصلح خير، ففضيلة الدكتورة سعيد بويزري يحاول إصلاح ذات البين من خلال كل هذه الخلافات والنزاعات. نأخذ أول اتصال على بركة الله من عنابة، مريم. السلام عليكم مريم. ألو السلام عليكم مريم من عنابة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مريم، تفضلي. رانا نتكلموا اليوم على التحقيق العقاري. مساء الخير شيخنا. بالك فكرتيني الأخت نجاة. فكرتك أنت اللي بكيتي على العقار. من عنابة مريم. نعم مريم. بالنسبة للعقار. نعم تفكرتك شريتي مسكن ومن بعد كسبتي باللي السكن هذا وقع لك فيه إشكاليات كبيرة وإجراءات، وحكيتي مع الدكتور فضيلة الدكتور سعيد بويزري وخليتي رقم تليفونك. نعم مريم. نعم. هل من جديد مريم؟ اتصلت حتى بالشيخنا. نعم. هل من جديد مريم بالنسبة للقضية تاعك اللي تكلمت عليها في السابق؟ احنا بقينا هنا مدة عام درت. الو. عام. نعم مدة عام. وش صار مدة عام مريم؟ الو. انا نسمع فيك مريم، تفضلي. نعم درك عندنا مدة عام وحنا معاهم، يعني في كيما نقولوا بدي كان المبلغ 200 مليون. نعم. وبعديك هما طلبوا مني نهبط، انا طلبت منهم ينقصوا لي شوي. نعم. ما حسب ما شفت قبل يعني يكون نحطها في المحكمة اوراقي، يعني مش كيما هضرت مع شيخنا قلت له كتبت معاه بالنية والصفا، كاين امور يسر ما كتبتهاش، مبالغ مالية يسر ما كتبتهاش. نعم. اديتها لها امان كيكه برك. درك قاعد ننتظر في شيخنا يعني يتصل بيا كاش ما نكتب كتابة صحيحة. نعم. أنا اتصلت بالعديد من الموثقين، الموثق الأخير يعني اللي قال لي أحسن شيء ديريه رهن الثقة. نعم. رهن الثقة هذه حابة نثقف. رهن الثقة. مريم كي مدلها المبلغ هذا من المال. مريم من فضلك مريم عودي واش قال لك الموثق؟ رهنوا الثقة أو؟ نعم ندير معاها المرة الأولى ندير بروكيراسيون باش نهز أنا لاك. بروكيراسيون. نعم. نعم. نهز عقد الملكية الكارني فونسي. بعد ذلك قال لي كي تهزي لاك هدية تكتبي أنت وياها رهن الثقة هي. رهن الثقة تكتبي أنت وياها. نعم. نعم بما أنها هي عندها الملكية رهن الثقة وثم نمد لها المبلغ من المال هذا. أنا درك ما زلت متردد، قلت نحكي مع الشيخ أصلا وحبيته هو يجيني يعني ويتكلم معاه. نعم. حابة صلح مش حابة يعني يكون مشاكل كيف تزيد الدور عليا. المهم أم مريم يبدو لي أنك ما راكيش متأثرة بزاف كما هدرتي معنا لأول مرة. أنت الآن الحمد لله أنه الحمد لله. طيب احنا نطلبوا منك أم مريم بما أنه العاصفة يعني هدأت على رأسك، كانت العاصفة قائمة وكنت تبكي، راكي تتواصلي بالنسبة لهذه الإجراءات، ربما تعاودي خلي رقم التليفون تاعك، فضيلة الدكتور راح يتصل بك مرة ثانية باش نشوفوا في أمر رهن الثقة هذه واش ديري انت إذا كنت متخوفة كما راكي تقولي تخافي زيدي تلعبها لك مرة أخرى بالنسبة لهذا العقار. ربي يبارك فيك وننتظر اتصال في خطر ما اتصلت به في هلا سألوه. نعم. سيتصل سيتصل بك إن شاء الله أم مريم بعد نهاية البرنامج. خلي رقم تليفونك العارضة التقنية هما يعطوه لنا بعد نهاية البرنامج. أوكي. ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك أنت أيضا. إن شاء الله يتحل هذا المشكل بالنسبة لأم مريم من عنابة. يقول سفيان نأخذ اتصال آخر من فرنسا. السيد بغداد. سيد بغداد السلام عليك. السلام عليكم أخي بغداد من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصبح وخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد بغداد نقص للتلفزيون باش نسمعوك
من غير هاد الصدى ماناش نسمعوا فيك مليح. أنا نقصت دلاتيلي نقصته. أنا بن نطرح واحد السؤال على الشيخ في أجل السكن. تفضل. نعم. بس عندي واحد السكن بنيتو مورا الموت تاع الشيباني الله يرحمه. نعم. ودوك عندي واحد المشكل مع خويا. دوك كي بنيتو سلكتو كاع ادخل فيه وحب يديه لي ادري راه حب يديه لي واستعمروا وما حبش يخرج لي منه. نعم. وداك ما مر واحد للعالم وسقسيتو قلت له قال لي تفاصو حقك تديه ما كاش مشكل. نعم. وهو داك ما حبش يخرج. قلت له نشتكي بك ولا قال لي اشتكي ولا بعد ما نستعرفش بك خلاص. طيب سي بغداد، هذا السكن كي بنيتو درتو على اسمك ولا على اسم الاخ تاعك؟ هذا في الارض تاع بابا. في الارض تاع باباك هكذا باش يفهم الارض تاع بابا. نعم. وكل واحد اخوتي وكان الارض بزاف. نعم. وما هو عنده السكن تاع بابا ساكن فيه. نعم. ودوك حب دا السكن تاع بابا صافي اللي ساكن تاع الورثه كل وزاد الدليل تاعي انا وسي. نعم. يعني الاخ تاعك استولى على السكن تاعك وسكن تاع. نعم. فوالا. هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. ودوك من نسول الشيخ تاعي كيفاش ندير باش نتعامل مع الاخ هذا دروك. نعم، التعامل مع الاخ يعني باش انت راك ماذا بك ما تدخلش معاه في خلاف، أليس كذلك بغداد؟ ولا حبيت لا تريد الخلاف. العداله ولا. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. السؤال. نعم بارك الله فيك. نعم. كاين سؤال. نعم بغداد تفضل. ولا بس كان الام تاعي مازال حيه. والده. نعم. ولا والدتي مازال وهي ساكنه في السكن ديالي هذا. وبعد الحال دوك شغل الام تاعي راهي من جهه الاخ ديالي. نعم. دروك ما عرفتش كيفاش ندير ما بين الام وما بين الاخ. انت بين نارين، بين الام تاعك والاخ تاعك. ان شاء الله. السكنه ديالي صافي انا بنيتها بصوارتي وبنيتها صافي تعرف خدمت انا في فرنسا وتعبت وطلعت. ان شاء الله ربي يصلح ما بيناتكم سي بغداد. مفهوم بالنسبه للقضيه. بارك الله فيك. وانا نشوف نقول للشيخ صافي ما هو الشرع ما بيني وبينه. نعم نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. نشكرك سيد بغداد. المتصل من فرنسا هو ربما يبحث عن فك النزاع قبل أن يبدأ النزاع بينه وبين الأخ تاعو. من بشار جميلة. شكرا سفيان. جميلة السلام عليكم أختي الكريمة. الو السلام عليكم. سلام مرحبا بك من بشار جميلة. تفضلي. والله الحمد لله. وانتم؟ الحمد لله يا ربي. راك شيخ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله يا ربي. شيخ انا راح نسقسيك برك على حاجه خارجه شويه عن الموضوع هذا لاني اضطريت نتصل بكم باش نسقسي. نعم. ما هي جميله؟ انا عندي عقد ادماج مهني لانام. عقد ادماج مهني. راني نقرا. نعم. يعني ما نحضرش دائما صافي ما نروحش للعمل دائما. دائما خطرات نروح نخدم خطرات نجي نقرا. شغل قالوا لي ما قدروش نسنيو لك هذيك الشهور اللي ما تجيهمش تاع لانام. نعم. ما عرفتش هي شغل المدير المسؤول علينا قال لنا نورمال. قال لي لا فهمتي انت واش السيرفيس وسمح لك بالاخر يعني انا ما نقدرش ندخل. من بعد شغل الوالده والاخر قالوا لي لا خاصك تسقسي وتشوفي في حاجه نورمالمون مع ربي ماشي مليحه انت ما تخدميش تدي دراهم ماهيش دراهمك. من الناحيه الشرعيه. نعم نعم. من الناحيه الشرعيه. انا ريت الاستاذ صافي يجاوبني وشكرا على الحساب بزاف وربي يجازيكم خير. بارك الله فيك على اتصالك جميله من بشار. نشكرك. عبد الرحمن من اين سفيان؟ من شرشال. من تيبازا شرشال. عبد الرحمن السلام عليكم من شرشال. السلام ورحمة الله أختي. مرحبا بك أخي من شرشال. اسمحي لي يا أختي. نعم. السؤال فيما يخص العقار ولكن فيما يخص الزكاة. قولي للأستاذ اسمح لي. هلا سألوا هذا السؤال يا أخي. كيفاش؟ هذا سؤال في برنامج هلا سألوا. تفضل معليش. الله يسلمك. نعم تفضل. فيما يخص كي يكون عند إنسان عنده النصاب دار عليه الحول. نعم. وخرج عليه الزكاة عام اللي فات. نعم. ياك هل ترى يزيد يخرج هذا العام عليه الزكاة ولا ما يخرجش؟ نعم. بارك الله فيك وشكرا. العفو. شكرا. شكرا صح.
شكرا سي عبد الرحمن من تيفازا. دكتور مريم من عنابة، ثم نواصل بأخذ كل الاتصالات. تذكرتها على ما أظن اللي كان عندها مشكلة على العقار بينها وبين السيدة اللي بعت لها البيت. هي تقول لك من 200 مليون طلبت أنهم ينقصوا لها. على كل حال هذا الإشكال يبدأ من هنا، ويبدو أنه يعني الأعصاب تاعها شوية. الله يبارك الحمد لله. على كل حال مريم يعني تواصلنا معها ولكن انقطع التواصل. نعم. بالمناسبة أنبه السادة المشاهدين جميعا، التكنولوجيا مليحة يعني جميلة جدا. نعم. ولكن وسريعة ولكن نعم. أحيانا تكون هناك إشكالات في التواصل. نعم. مع كثرة المتصلين، ونسأل الله يعني التوفيق، وكثرة المشاكل وكثرة المشاكل يصعب نعم. التواصل مع الجميع. نعم. لذلك دائما نترك هواتفنا يعني على مستوى العارضة التقنية. نعم. من أجل أن يتواصلوا معنا ونتواصل معهم إن شاء الله تعالى. نعم. كي يكون تليفون متبادل منا ومنهم نستطيع أن نتواصل يبقى التواصل. نعم. ويبقى الآن يعني ما دام هي تركت رقم هاتفها إن شاء الله أتواصل معها إذا كان قدر بعد الساعة 10. نعم. وأحيانا بعد خروجنا من الاستوديو إلى غاية الساعة 1 والهاتف نعم. يعني يستمر يعني 3 ساعات تقريبا بعد الحصة مباشرة، وأتصل بهم يعني خلال الطريق يعني أتصل بهم. لذلك الأخت مريم مشان نتواصل معها الآن، هي القضية وصلت إلى الموثق هو ضابط عمومي يفقه القانون، فبالتالي سوف يقدم التوجيه القانوني المناسب لتفادي النزاعات. إذن نستصحب هذا الشعور تجاه جميع موثقين في بلادنا، ولكن مع ذلك لا حرج، إن شاء الله الجمع أولى من الترجيح، لا حرج أن نفيدها إن شاء الله بما نراه مناسبا، خاصة في مجال الصلح. في نعم. مجال الصلح. نعم. لأنه كل نزاع قد يجد حلا وديا. نعم. وإذا لم يجد حلا وديا لابد أن يدخل في الرواق الرسمي، في الإطار الرسمي، في الجهات نعم. الرسمية الإدارية أو القضائية لإيجاد الحل المناسب. لذلك مريم اطمئني، سأتواصل معك إن شاء الله تعالى بعد الحصة مباشرة، نتواصل معك تعطيني معطيات جديدة ونفيدك بمزيد من البيان. نعم. إذن عدد اليوم هو التحقيق العقاري. نواصل ب يعني النظر في قضايا الناس. بغداد من فرنسا يقول لك بعد الوفاة تاع الأب تاعو بنى سكن على الأرض تاع باباه، وقال لك الأخ تاعو استولى على هذا السكن، والأم حاليا أي ساكنة في هذاك المسكن، ولكن يبدو أنه تخاف من الابن تاعها هذا اللي استولى على هذا السكن، وهو يقول لنا مانيش حاب ندخل معها في خلاف. كيف أفعل فضيلة الدكتور سعيد بوزيد؟ بسيطة سي بغداد. أولا نقول لك المجرى العادي الأمور كيف يتم. نعم. المفروض مادام هو الأخ بغداد قال لك هذا السكن بنيته بعد وفاة الوالد، هنا لابد من بيان نقطة مهمة جدا. الأصل أنه بعد وفاة الوالد تقسم الأرض. هو قال لك الله يبارك كان خير كثير ما شاء الله. وعادة كي يكون خير كثير تجد أحد الأولاد يتصرف، يروح يقصد قطعة أرض معينة ويقيم عليها مسكنا. نعم. يولي حق مكتسب أكي معناها نتاعو. ولكن يا أخي بغداد الله يحفظك، المفروض لا يتم الأمر هكذا. المفروض بعد وفاة الوالد رحمه الله أنتم كورثة تقسموا هذه التركة جميعا، سواء كانت منقولات أو عقارات. نعم. وخاصة العقارات هي اللي تكون مثار نزاعات كثيرة. طيب والله يبارك ما دام الوالد نتاعكم ربي يحفظها مازال حية، تقسموا هذيك القطعة الأرضية، تقسموها وديا طبعا على حسب الفريضة الشرعية، طبقا للفريضة الشرعية. نعم. كل واحد يأخذ حقه. والأراضي الأخت نجاة تختلف. كاين أراضي صالحة للزراعة، كاين أراضي صالحة للتجارة، كاين أراضي صالحة للسكن، أليس كذلك؟ نعم. لذلك المفروض حينما يقسم الورثة هذه القطعة الأرضية يعني يديروا في الحسبان هذه الاعتبارات باش كل واحد يأخذ حقه من هذه القطعة الأرضية. لأنه أحيانا واحد منهم يدي كل الأراضي الصالحة للتجارة اللي قريبة الطريق اللي هكذا، وهذيك الأراضي
اللي ما عندهاش قيمة يخليوها الآخرين، وهذا غلط. لذلك العدل الشرعي يقتضي تقسيم جميع القطع الأرضية بهذا الشكل، نأخذ في الحسبان طبيعة الأرض التي تركها المورث. نعم. هذا هو المجرى العادي للأمور. بعد ذلك كي يصح لك حقك يا سي بغداد تقيم المسكن الذي تريد وكيفما تريد. ولكن فهمنا من طريقة عرض السؤال قال لك بعد وفاة الوالد بنيت. نعم. ربما والله أعلم أنه هذا هو السبب اللي خلى هذاك الابن هذاك الأخ يعني نعم. الثاني نعم. يستولي على مسكن الأخ بغداد، وهذا غلط. وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. لا يجوز له أن يستولي على هذا المسكن بغير وجه حق. وزاد كما قال سي بغداد قال يستولى أيضا على السكن العائلي، سكن الوالد اللي هو سكن العائلة. نعم. كما قال هو هذا استعمار ولا الاستعمار خلاص احنا درنا ثورة نوفمبر داروها طبعا أجدادنا ووالدينا وخرجوا المستعمر انتهى. ولا يجوز أن يبقى هؤلاء بين قوسين الذين يمارسون ممارسات المستعمرين، طبعا بين قوسين معنى يحتلون سكنات أو محلات بغير وجه حق هكذا. لذلك يا سي بغداد نصيحتي كالآتي: أولا لازم تشوفوا الناس رجال الصلح باش يتصلوا به هو يعني بهذا بخوك باش يقولوا لازم تتلاقوا على المائدة. كي تتلاقوا على مائدة الحوار تشوفوا هذيك القطعة الأرضية اللي بنيت فيها مسكن. مثلا إذا كان بنيت فيه 150 متر مربع، هذيك 150 متر مربع تخصم من حقك في قطع أرضية أخرى. نعم. لماذا؟ لأنه هذيك القطعة الأرضية نتاع 150 متر مربع جميع الورثة لهم الحق فيها. نعم. أما أنت يا سي بغداد المسكن اللي بنيته أنت لك أنت يعني هذا حقك الخالص. حقك الخالص خاطر أنت بنيته بأموالك، لا يجوز لغيرك أن يستولي على هذا البنيان. ولكن هذا الغير مثلا هذا أخوك عنده حق أن يطالب بحقه في الأرض وليس في حقه في المسكن. واضح؟ طيب بعد ذلك أنت تدخل المسكن تاعك عادي، والقطعة الأرضية هذه اللي بنيت فيها السكن تاعك تخصم من حقك في الأراضي الأخرى، وما بقي من أرض توزع على الورثة بما فيهم أنت طبقا للفرائض الشرعية. جاب لي ربي هذا هو الحل الشرعي القانوني السليم الذي يحل هذا النزاع نهائيا دون خلاف بين الأخوين. ولكن إذا كان ما قبلش يجلس إلى طاولة الحوار، لأنه الإشكال الأخت نجاة هنا أن بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله ما يقبلوش الحل الودي. نعم. مباشرة يستولي على أرض ولا أي حاجة ويقول لهذاك الخصم إلا ما عجبكش الحال روح المحكمة. نعم. ممكن هذاك الإنسان إما ما يعرفش، إما ما عندوش الأموال تاع مصاريف القضاء، إما يخاف، إما يحشم، يقول العائلة نخاف أنه سر حرمة العائلة تروح. نعم. وكاين بزاف اللي يخمم هكذا، يقول كيفاش واش يقولوا الناس أنه ولاد فلان بعد وفاته دخلوها للمحكمة. هذا عيب، ومسكين هذا يتنازل عن حقه. طيب دكتور، ربما هنا سؤال يطرح نفسه، الأم تاني مسؤولة على قول الحق يعني. وقال لك هو قال لك من الغربة الأم تاعي نشوف فيها راهي تميل للأسف وكأنها تخافوا يعني. المفروض الأم هنا تكون عادلة. النبي صلى الله عليه وسلم كي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، راه يخاطب الآباء والأمهات، يخاطب الجميع. ولكن أحيانا أخت نجاة الأم لا ندري ظروفها الآن، ما عندناش معلومات على ظروفها. لا دكتور، تحت السؤال لأنه هناك قسمة شرعية يعني. ولكن أحيانا بعض الأولاد يستخدمون العنف على هكذا يضطهدون الأمهات من أجل هذا أمر موجود يعني القسط الأكبر. طبعا احنا لا نتهم الجميع، ولكن بطبيعة الحال، ولكن المشكل يمارس هذا الضغط على الأم. وبعد تبقى مسكينة حيرة بين نارين هكذا. أحيانا تميل إلى الطرف القوي، الطرف العنيف الذي يستخدم العنف. احنا نقولها على الأقل تقول كلمة الحق. لذلك قلت لازم يدخل طرف ثالث. كي يدخل طرف ثالث نوتر يعني حيادي موضوعي يفصل بيناتهم ويرفع الحرج عن الجميع. أحيانا الأم تحير تمشي هاك ولا هاك. ونعود مرة أخرى إلى جلسة الصلح اللي تكلمت عليها في البداية. لذلك ننصح الجميع نقول يا سادة إذا اختلفتم أو تنازعتم فاجلسوا إلى طاولة الحوار، فإذا حضر الحوار تحقق العمار، وإذا غاب الحوار
تحقق الدمار والعياذ نعم بالله. بين العائلات. نعم. سفيان، هل هناك اتصال؟ إذا في انتظار اتصالاتكم. جميلة من بشار اللي طرحت سؤال يعني تقول أنه ما عندوش علاقة بالنسبة للموضوع، وأنا أقولها يعني رجاء وليس أمرا أنكم تتقيدوا بالموضوع باش نفهموا كل النزاعات والخلافات اللي تكون بالنسبة لمواضيع مختلفة بينكم. ولكن نعود إلى جميلة من بشار. قبل ذلك دكتور محمد من العاصمة يقول: سفيان، السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم اخنا، كيف؟ مرحبا بك محمد. الله يسلمك ويهنيك ونشكركم على العطاء يا الاخت، الله يفتح عليكم ان شاء الله. ان شاء الله وعلينا جميعا محمد. وخاصه نشكر الاخ نبيل اللي قدمته في البرنامج. نعم بارك الله فيك، كنت شهد يعني فيه. نعم سبحان الله. يا الاخت نجاة، البرنامج يعني قناه القران رانا يوميا عايشين معاها. بارك الله فيك، وهي تعيش معكم ايضا. ما هيش غير حصه والصلح والخير، كل الحصص. نعم ان شاء الله، غير كل قناه القران الكريم يعني. نعم. كل الحصص، ما كانش حصه تروح لنا باذن الله. ان شاء الله نكونوا في المستوى بالنسبه للبرامج اللي تقدمها لكم قناه القران. ان شاء الله. ان شاء الله، ويقويكم ايمانكم ويقدر لكم ان شاء الله. ان شاء الله سي محمد. قلت لك نشكر الاخ نبيل والوالد نتاعو على الموقف اللي راهو حاكمينه. نعم ربي يجازيهم ان شاء الله، وهذا هو الموقف السليم. نعم نعم. الاخت نجاة، احنا عندنا قطعه ارض في ولايه ما. قطعه ارض في ولايه ما نذكروش الولايه. في ولايه ما. نعم صح. جدي نعم بابا يما نعم توفى في سنه 1942. توفي في سنه 1942. نعم. وهذا الكلام هذايا عندي خالي زايد في 1931، وهو يتم راه يعاود لنا ويكرر لنا الكلام هذايا. نعم. يوم الخميس توفى جدي، على 11 كان في القبر. نعم. على المغرب يجي واحد جارنا في البلاد، جار جدي، على كل حال الولد الدشره كما نقولوا حنايا، ولا بني عم وكذا. نعم نعم. قال الجده يما قال لها هي لا جوز جيبي لي كما نقولوا حنايا الوثائق نتاع الشيخ نقريهم لك، يعني اللي يصلحوا نعطيهم لك، واللي ما يصلحوش ما يصلحوش. كي خرجت من دارها المغرب تعشت في دارو، وكما نقولوا حنا شغل فرزلها الوثائق هذوك، الملاح داهم، واللي ما يصلحوش عرضهم منها. نعم. واحنا من هذاك الوقت لهذا الوقت ما لبناش الارض هذه كيفاش راهي تصاير لها. وكاين حاجه حبيت نتاكد عليها يا الاخت نجاة. نعم تفضل. ولك الفضل والشكر. بارك الله فيك. الاستاذ فضيله الشيخ راه يسمع فيا. نعم. النهار الموت نتاع الانسان هذايا تعد السيد لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. بنادم ماهوش كيما نقولوا حنايا باش نروحوا للباب واحد اخر. نعم. النهار الموت نتاعو اخر لحظه نتاعو يشوف المقام نتاعو في النار، يذبح يذبح يقول لهم النار راهي تاكل فيا، النار راهي تاكل فيا. لا حول ولا قوه الا بالله. وولاده يا الاخت نجاة، وكان واحد منهم مازالوا للان في قيد الحياه، في عمره 84 سنه للان. قال له يا بابا والله النار راك فوق البنك. نعم. لو فراش لو غطاء ما يخصك والو. النار هذه وراك تشوف فيها نتايا، وهو ماهوش معاهم في هذيك اللحظات. نعم. حتى خرجت الروح نتاعو. لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا هذاك الوقت كانوا 4 زوج، كان يما وخالتي وخالي واحد اخر. نعم. زوج خاوه زوج خواتات. نعم. هذاك الوقت كانوا صغار، خالي الكبير هذا كان في عمره 11 سنه. معناتها يتامى. واللي حق اليتيم الاخت نجاة. نعم. ما نحكي ما هاو الشيخ على باله بالامورات هذوم. نعم نعم. هذا هو. نعم. انا عجبني قلت لك الموقف تاع الاخ نبيل اللي جوزته في البرنامج. نعم بارك الله فيك. هو يبحث عن الشريعه واش تقول له بالنسبه لهذيك الارض، ونتمنى انه كل واحد يخمم بهذه الطريقه باش ما يكونش الخلاف والنزاع بين الاخوه والاخوات حول الاراضي ولا حول العقار. نعم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خاطر ما كاش الانسان اللي مات ودا الشيء هذا يدعم. نعم نعم بارك الله فيك. الانسان يدي غير الفعل تاعو.
غير فعله. نعم. غير فعله. ربي يحفظكم ربي يحفظك. بارك الله فيك. اللهم امين. اللهم امين ان شاء الله. ان شاء الله. نشكركم على الحصه قلت نجاة. نعم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. شكرا سيد محمد من العاصمه. ناخذ اتصال من العاصمه على سيليا من العاصمه. سفيان من ولايه زيوز. سيليا السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير عليكم. مساء الخير سيليا. أنا حبيت نسقسيكم على سقسيتكم ديجا زوج خطرات. نعم. حول ماذا؟ بصح ما عنديش الزهر باش ترجعوني لا ريبونس. شاك فوا تقولوا لي قلتوا لي فوا لو كنا نبقاوش نرجعوا لك ومن بعد طاحني تحت الجنازه ما سمعتلكمش. نعم. ابخي كنتوا رايحين ترجعوني بالتليفون ثاني راح التليفون هذاك دوكا نطلب منكم ترجعوني بالاقتصار حمدادكم. نعم تفضلي سيليا. باش ما نشدلكمش الوقت بزاف. نعم. حبيتكم باش تقولوا لي على الهبه. نسيتكم ديجا قلت لكم شريت الدار انا ووليدي ومن بعد راتني بالتحيل راح دار على بنتي. قولوا لي كيف ترجعوا بنتي على اسمي. خلاص النزاع تاعو خلاص ما يقدرش يهضر عليه ولا. هذا السؤال الاول فهمتوني. نعم. والسؤال الثاني حنا بابانا مات خلانا 4 بنات و3 دراري. ومن بعد يمانا ما حبتش نتزوج شويه مطرات. نعم. انا ما مطلقه صافي نحتاج شويه لهذاك الكوتي. حبيت نقول يما شاك فوا دوكا لقات الحجه شاك فوا تقول خويا روح بني هذيك في العصا روح بني هذيك في العصا باش ما قبلناش نتنازلوا هكذا بالوثائق وكاع. نعم. ومن بعد لقات هذا لا سوليسيون باش تحرمنا وحنا حشمنا باش نروحوا نشرعوها ولا نلقيو ولا رانا محروقين في القلب برك. نعم. قولوا لنا كيفاش نديروا. السلام عليكم. لحظه سيليا لحظه. سيليا بالنسبه لموضوع الهبه وي من وهب لمن؟ شكون اللي الواهب؟ شكون اللي عطى؟ قلت لك الشيخ بويزري. معليش في الإعادة المشاهدة سيليا. على بالي باش المشاهد يفهم بطريقه اللي يفهم بها المشاهد. سيليا عودي هذه الهبه. سألك دكتور سعيد بويزري على الهبه اللي تكلمتي عليها الآن. ايه الهبه اللي راهو ديجا عودي شريت الدار. نعم. ومن بعد ما قدرتش نكملوا. حكيت لكم ديجا صافي ماشي ما قدرتش نكملوا. دارني حيله هكذاك زعما باش يكملوا. ومن بعد راح يدير راح باش يجيب لاخر لا كريتي بانكير. ومن بعد ما جابوش فينالمون وليدي مازال يكمل خلصو. خلاص ما حبيناش مشاكل. واحد دار هبه لوليدي لبنتي باش ما نحوش باش نسكت. ودوكا مانيش نأمنها صافي. ولاد يحبوا يرجعوا. الزوج تاعك اللي دار يا انا اللي شريتها. سيليا. طيب صح انا بكونفيونس حطيتها على اسمه. سيليا ما راناش نسمعوا فيك مليح. خلي رقم تليفون. بلا ما تدخلي مباشره. عاودي فسري لنا الامور بالامازيغيه احسن خاطرش ما فهمناش المذكر من المؤنث. تفضلي. أشوف غير دينار. نعم ديجا الشيخ يزرع لحالة يدي راح وشفيضة الشيخ ما وشفيضة يعني مثل وسيلة الزريغ عايود كاين عني ثيم صافي ذار قازيم يخدمن دوناسيون زوجها. نعم. هكا خمي خما كي خمي ثيفنان وتفوك دارها معليش اتصل الجواب اتصل معليش اتصل الجواب معليش واضح صفر. واضح الموالي واضح الأخت نجاة. واحد الموالي واضح. سيليا بارك الله فيك. راح يفهمك فضيلة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة لهذه الهبة. نأخذ اتصال من تلمسان. عبد الحميد على ما أظن. عبد الحميد أو عبد المجيد. السلام عليكم. عبد الحميد. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. كل الشكر للشيخ بوزري ولك انت. بارك الله فيك. يعني وكذلك انا من المتابعين بزاف للقناه الجزائريه يعني والقران. نعم. ونفتخر بهذا يعني بكل بدون تجميل يعني. نعم. وانا بغيت نتدخل على السيد اللي طرح هذه المشكله نتاع العقول. بغينا قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. انا بغيت نتدخل للخير فقط.
نعم. ما عنديش اشكاليه ان شاء الله. ماذا بينا ندخل للخير، ماذا بينا. تفضل عبد الحميد. هذه المشكله نتاع العقود، كاين اللي في العائلات يكون عندها العقد كاع يدسه باش يفعل ما يشاء على الارث، خاطر اللي ما يخافش من ربي يقدر يدير كل شيء. نعم. وهذه المشكله نتاع واحد يدي الوليه كما هذه اللي السيد اللي قال لك اللي توفى جده في 42. نعم. وجا واحد اخر دا العقد الوالده نتاعها. نعم. يعني هذه راه مفعول بها والعياذ بالله، يعني في كثير الاماكن، انا غربا وشرقا ووسطا. نعم. وهذا نتاع اللي يلف هكذا يرفد العقود ويديها ويدسها باش يفعل ما يشاء، يعني هذا بعض الناس اللي تغلبت عليهم الشياطين وتبان لهم باللي حيله. نعم. وهذا ضعف عظيم في الناس. والحل نتاعها انا نعرف بلي الشيخ بوزري دارك هذه الامور، نعرف عندنا ثقه فيه تامه. نعم. لكن بغيت نقول له باللي هذا السيد مباشره يروح للدومان ويثبت كاع العقود اللي عندهم كاع يعني من حقه باش يريكلامي كل العقود، او باسكو هذه راه ساريه المفعول هذه في كل الاماكن. انا جلت في الجزائر شرق وغرب ويعني في كل مكان، وهذه المشاكل تعدت وراه تكثر موجوده كما هكا. ويظنوا باللي عند الناس اللي ما تعرفش اللي متخصصه وما يفهموش باللي هذا الامور هو يكفيه انه يدس عليه العقد ولا يخفيه او ما مش عارف كيفاش، اي خلاص الاخر يبنكر خاطر ما يعرفش. بارك الله فيك. هذا بغيت ندخل هذا وادعوا لي دعوه الخير. هذا بارك الله فيك سي عبد الحميد. بالنسبه لهذه روح للدومان يريكوبيري كاع لي زاك نتاعي يخلص ان شاء الله يعني خرج عقود ان شاء الله. بارك الله فيك. ومحمد من العاصمه في الاستماع ايضا. كل مظلوم الله ينصر على الظالمين ان شاء الله، ولا يصلح امور كل الناس وكل العائلات ان شاء الله. دكتور 13 دقيقه نخصصها لما تبقى بالنسبه للاتصالات. نعود الى جميله من بشار، نعم. ثم محمد، ثم ام سيليا، ثم من تلمسان عبد الحميد. تفضل الأخت دكتور. جميلة من بشار قالت عقد إدماج مهني. بارك الله فيك على حرصك على الحلال. فيه مبدأ في الشريعة شيء جميل جدا دكتور. كل جهد مبذول يقابله راتب مناسب. نعم. بمعنى الراتب أو المال هو مقابل جهد مبذول. نعم. قد يكون جهد عقلي ذهني، قد يكون جهدا عضليا بدنيا. ولكن مثال العقود نتاع الإدماج هذه، يعني أحيانا بعض المسؤولين يتصرفون كالآتي: يقول أرواح السنية وخلاص ما تجي تخدم ما والو، ويأخذ هذيك المبالغ. بأي حق استحللتم أموال الناس؟ نعم. بأي حق؟ نعم، إثم كبير دكتور. نعم. قد يتنازل في بعض الأمور، مثلا يقول بدل أن تأتي يوميا تأتي يوم بيوم، وفي عمل معين تؤديه. أما ذلك الانقطاع التام فلا. يعني واحد راه يدرس وفي نفس الوقت راه يخدم، والدراسة راهي تمشي والخدمة راهي ما يخدمش. نعم. ويتقاضى راتبا مهما كان بسيطا، ولكن المهم هذا المبدأ الشرعي لا يجوز مخالفته. نعم. لذلك بدي أشكرك بارك الله فيك أنك كنت حريصة نعم. على الحلال. وهذا من الورع أن يكون الإنسان حريصا على الحلال. نعم. لذلك تتفاهمي مع شاب السيرفيس هذا ولا باش تجي تخدمي، ولو كان مدة معينة. والعمل عبادة دكتور. نعم. مدة معينة بالشكل الذي لا يتعارض مع الدراسة. ديروا برنامج، يعني وقت الدراسة نتاعك تروحي تقراي، وأوقات معينة تكوني في المكان العمل وتؤدين ما عليك من عمل. قد يتنازل ببعض الدقائق أو ببعض الساعات، ممكن يعني لتحقيق هذا الغرض اللي هو مزاولة الدراسة. أما أنه الإنسان ينقطع تماما عن العمل ويتقاضى راتبا، فهذا أمر لا يصح شرعا. وربنا يقول من فوق السبع الطباق: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. صدق الله العظيم. دكتور عبد الرحمن تيبازا، تتركوا هل سألوا ولا تجاوبوا؟ يعني باختصار، وعليش كما قالت الأخت نجاة، يعني التوضيح نتاعها يسألون كثيرا عن الزكاة نعم. في هذه الأيام. كل برنامج له نعم. طريقته، له
له طبيعته. نعم. والأصل أن تحترم هذه الطبيعة. وهكذا كان يقول لي أحمد طالب. نعم. قال لي كي تجينا أسئلة حول الصلح نحولها على الصلح. نعم، تحال إلى الصلح. نشكره. وتكامل، هناك تكامل بين البرامج. كل برنامج عنده مقاصد معينة، فلا بد أن نتعاون جميعا من أجل تحقيق مقاصد البرامج. بارك الله ولكن باختصار معليش نقول لك هكذا يعني يا سي عبد الرحمن، المال ما دام عنده النصاب، يعني تحقق فيه النصاب، كل عام يحول عليه الحول يزكى. لذلك يجب أن يزكى حتى مال اليتيم. إذا الشخص مات وترك أولاده يتامى وخللهم أموال، الولي القائم على شؤون الأولاد لازم يخرج الزكاة في كل عام. بالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد هؤلاء الأولياء إلى استثمار هذه الأموال. لماذا؟ لكي لا تأكلها الزكاة، باش ما تأكلهاش الزكاة. سبحان الله. ما دام النصاب قائم لازم كل عام يتزكى حتى ينقص تحت النصاب، أو الواحد يستثمره وإن شاء الله يزيد. وطبعا اللي يزكي دائما أمواله تزيد، لأنه من معاني الزكاة النماء والبركة. نعم. محمد من العاصمة، متتبع برامج قناة القرآن الكريم، نشكرك محمد. يقول عنده كاين قطعة أرض في الولاية تاعو، بعد مات الجد أب الأم تاعو توفى في سنة 1942، وقال لك نهار الدفينة تاعو جاء جار الأم تاع هذا السيد ودا الوثائق اللي ملاح ربما اللي يثبتوا الملكيه داهم، وخلى الوثائق اللي ما عندهم حتى معنى ولا افاده. ويقول لك في الاخير تبعت معنا دكتور يوم جات الوفاه قال لك يقول ولده راني نشوف النار. نعم في الحقيقه والقصه طويله سمعتها معي. نشكرك يا اخ محمد على هذه الحكايه اللي تروي مشهدا من مشاهد الذين يريدون الاستيلاء على أموال الناس بغير حق. ربنا قال في القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ممكن الإنسان في حياته يستلذ أكل الحرام أو أموال الناس، ولكن لا بد أن يعلم أن هذه الأموال ستعود إلى صاحبها في يوم من الأيام. لذلك ربي سبحانه في القرآن يقول ولله ميراث السماوات والأرض، باش الإنسان ما يخرجوش عقله يستولي على الأرض وكذا بغير وجه حق، وبعدين يوم القيامة. وهنا هذا المشهد المخيف في الحقيقة، يعني مشهد مرعب تماما، كيف أنه كان يرى هذه النار وهو يحتضر، يعني حينما جاءته سكرة الموت. هذه نهاية محزنة جدا لا نتمناها لأي إنسان. لذلك كل إنسان مؤمن يسأل الله عز وجل حسن الختام. اللهم إنا نسألك حسن الختام. حسن الخاتمة. لذلك هذه الخاتمة لا نتمناها لأحد، ولكن الشيء اللي قال الأخ محمد في الحقيقة درس وعبرة. درس وعبرة باش كل واحد منا يراجع نفسه، فإذا أكل حق الناس لابد أن يرد هذه الحقوق إلى الناس. لذلك من شروط التوبة النصوح إذا تعلق الأمر بأكل حقوق الناس رد المظالم. الشرط الرابع هناك توبة، هناك ندم، وهناك إقلاع عن ذلك العمل المشين، وهناك عزم على عدم العودة إليه، وهناك الشرط الرابع إذا تعلق بحقوق الناس رد المظالم. حتى إذا كان إنسان خدام وكل العرق نتاعو ما خلصوش يرجع له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه. إذا كان واحد أخذ قطعة أرض بغير حق يرجعها إلى صاحبها، ولا يجوز أن يستخدم هذه الوسائل الاحتيالية الكيدية من أجل الاستيلاء على حقوق الناس بغير وجه حق. نسأل الله حسن الختام. حسن الختام. دكتور أم سيليا بتمعن لأن تقول ما جاوبتهاش، ولكن أنا لا أجبناها في اليوم اللي أجبناها كان عندها جنازة وهي أقرت بذلك. لذلك لا حرج أن نعيد الإجابات يا الأخت أم سيليا، وبارك الله فيك على تواصلك مع البرنامج. ونقول لك بالنسبة للهبة، الهبة شرعا دوك نجاوب من ناحية الشرعية، والشرط موجود، يعني إن شاء الله نسلموا لها الشريط يعني تاع الحلقة اللي أجبنا فيها بالتفصيل باش تسمع الجواب. الهبة من ناحية الشرعية لا يجوز أن تتم إلا من قبل واهب مالك. واهب مالك معنى واحد يملك قطعة أرض أو مسكن أو متجر وبعدين يهبه لمن يشاء. وإذا وهبه لأحد أولاده سواء من جهة الأب أو من جهة الأم لا بد أن يكون عادلا.
نعم. والحديث ذكرناه قبل حين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. علاش قال قبيله الأخ الكريم اللي تحدث قال اللي ما يخافش ربي هو اللي يظلم. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها بخوف الله، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان هناك عدوان من قبل يعني أو خطأ من قبل الزوج فيتحمل مسؤوليته أمام الله. أما بالنسبة قال لك احنا 4 بنات و3 أبناء، أمي لا تريد أن تعطينا الأرض وكذا، وتتحجج في كل مرة وتقول أحد أولادها روح بينهي، وهذا خطأ فادح. نعم. بعض الأمهات الأخت نجاة هكذا يديروا، يعني ربي يهديهم ويهدينا جميعا. إن شاء الله. يعني تميل إلى أحد الأولاد خاصة الذكور. نعم. وتقول له روح بني لهيه ودي هذيك الأرض إلى آخره. أما البنات إذا تكلمنا وطالبنا بحقوقهن يرفضن. بأي حق؟ كي البنات كي الذكور، كيف عند ربي سبحانه عز وجل. نعم. كيف تماما. لذلك ما يلزمش الأم تساهم في تكريس هذا الظلم داخل الأسرة. بالعكس هي اللي تنبههم إذا شافت واحد مولادها كما يقولوا كبر كرش وما عندوش القناعة أو كذا، هي تذكره تقول هذو كاع أخواتك، هذو إخوانك وأخواتك، كل واحد عنده حقه الشرعي. هذا واش نقدر نقول. ولكن نصيحتي أن تجلسوا دائما إلى الصلح، إلى مائدة الحوار من أجل الصلح. وإذا رفضت هي أرسلوا لها الشخص اللي تثق فيه، ربما أخوها، ربما واحد من الجيران أو واحد من كبار من الأعيان يتواصل معها، وإن شاء الله يذكرها بالله عز وجل، لأنه إن شاء الله ربي يهديها ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. إن شاء الله. دكتور، بقي من عمر البرنامج 5 دقائق، نرى في عبد الحميد من تلمسان ثم نمر إلى رسائل التحقيق العقاري. نعم. دكتور، اللي قال من مشاهدي قناة القرآن الكريم وقال تدخل عجبو التدخل تاع السيد نبيل بالنسبة للقضية اللي عرضناها اليوم في برنامج والصلح خير. هو أولا قضية الأخ نبيل الحقيقة يعني أكيد أثرت في الكثير من الناس. لماذا؟ لأنه هذا عنده قطعة أرض أو شفناها الله يبارك. يعني قطعة أرض ما شاء الله. صح. شفتها دكتور كبيرة ما شاء الله، صالحة للفلاحة وصالحة للسكن ولكل شيء وحتى التجارة، ولكن مع ذلك حبوا يعرفوا حكم الشريعة. والإنسان اللي يخاف ربي سبحانه عز وجل وعلى بال يوم القيامة يحاسب على كل قطعة أرض، على كل ربما على كما يقول ذرة تراب يأخذها بغير وجه حق يحاسب عليها يوم القيامة. يحاسب عليها يوم القيامة. ومما نذكر في هذا الباب واحد من العارفين بالله، يعني من الناس المصلحين في المنطقة، اسمه الشيخ محمد الحسين. قال لك مرة لقى زوجي يعني يختصموا على قطعة أرض. نعم. وقال لهم تسنغن بدنا في ثمورث وريز راح دويت سيلان إن كنت تراجل الموث لقرار النغض يزحوان. معنى نهايتنا مصيرنا المحتوم، عندنا غير هذاك FA، هذاك الشبر فقط الشبر اللي نسكنوا فيه والسلام. وهذا إلى نهاية الدنيا، معنى إلى يوم القيامة. ولكن الإنسان اللي ما عندوش هذه القناعة وما يفكرش في العواقب، لا يفكر في اليوم الآخر. الشيخ الغزالي رحمه الله من روائعه قال إن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. معنى ربي سبحانه يذكر بزاف الإيمان بالآخرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا، أحاديث كثيرة مطلعها هو هذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. معنى الإيمان باليوم الآخر لا يعطل الدنيا وعمار الدنيا، ولكن يهذب هذه الدنيا. كل واحد يدير أي فعل أي تصرف يتفكر في اليوم الآخر كيف يواجه وكيف يقابل الله عز وجل. لذلك الأخ عبد المجيد جزاه الله خير قال يعني تعليق لطيف جدا، كي قال بعض تجاوزات بعض الناس الذين يخفون الوثائق. حقيقة هذه ظاهرة موجودة. نعم. تزوير أو إخفاء الوثائق. من أجل كما يقولوا باش الورثة ما يلقاوش الخيوط لهذا. نعم. ولكن أعطى حل في النهاية وحل صحيح. إخفاء العقود والوثائق لا يعني إخفاء الحقيقة. لاتجاه المصالح الرسمية من أجل استخراج
الوثائق الرسمية التي تمكن أصحاب الحق من نيل حقوقهم. نعم، بارك الله فيك دكتور. هكذا هي رسائل فضيلة الدكتورة سعيد بوزري في نهاية كل حلقة من برنامج والصلح خير. نعم، سنرى في القضايا التي تركناها بالنسبة للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. دكتور أم سعيد أم بلال طلبوا دعاء إن شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. أم سعيد وأم بلال دعي لهم دكتور إن شاء الله ربي يحفظهم. أم سعيد وأم بلال ويحفظ الجميع إن شاء الله من كل سوء ويحقق أملهم وأمل الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ستهم خلال